ازاي اللي انا اعرف اتخلص من العادات السلبيه؟ طيب العادات السلبيه دي زي الاكل الكتير، زي النوم كتير، بشرب نوع من انواع الكافيين كتير، ايا كان نوع العاده فانا عايزه اقللها. طيب في حاجه مهمه جدا لازم تعرفها، ان في حاجه اسمها التريجر يعني اللي هو الحافز، يعني انا وجود الحافز ده هو اللي خليني اروح للعاده دي. طيب يعني ايه؟ يعني في واحد ممكن يقول انا لما بتعصب بروح اشرب سجاير كتير، يعني العصبيه بتخليني ان انا اشرب سجاير كتير. او واحد يقول انا طول ما عندي فراغ كتير ببتدي اللي انا بطلع شحنتي مثلا في الاكل. ماشي، يعني الفراغ الكتير بيخلي فيه اكل كتير، فوجودك اللي انت تعرف التريجر هو هيخلي نسبة العادة انها تقل. تاني حاجة ولازم تعرفها، ان معظم العادات بيكون ليها جانب نفسي. يعني ايه فراغ كتير؟ او عندك فراغ عاطفي، او عندك ستريس، يعني عندك زي نوع من القلق، او عندك ضغط عصبي في حاجة معينة، فبالتالي انت بتطلعها بالهروب للعادة دي. فامنع الحاجات دي زائد التريجر، العادة هتقل معاك بالتدريج.